وقد نص الله تعالى في كتابه لما ذكر مجموعة من الأنبياء، ذكر من صفاتهم أنهم كانوا يحسنون إلى آبائهم وأمهاتهم برا ودعاء، فذكر الله عز وجل عيسى عليه السلام فقال سبحانه وتعالى وبرا بوالدتي، وذكر الله تعالى يحيى ابن زكريا فقال جل وعلا وبرا بوالديه، وذكر الله تعالى دعاء نوح عليه السلام لما دعا فقال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا، وذكر الله تعالى دعاء سليمان عليه السلام فقال جل في علاه فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وذكر ربنا جل وعلا ما وقع لإبراهيم النبي الذي كان أمة وحده مع أبيه الذي كان يصنع الأصنام ويعبدها ويدعو الناس إلى عبادتها، فقال جل وعلا واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. وتمضي الآيات الكريمات في حكاية غاية الأدب واللطف في العبارة ولين الكلام من إبراهيم عليه السلام لأب لم يكن من المؤمنين ولا المسلمين، بل كان يصنع الأصنام ويجاهر بعبادتها ويدعو الناس إليها، ومع ذلك تأدب إبراهيم عليه السلام معه لأنه أبوه، حتى إذا انتهى كلام إبراهيم قال له أبوه أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا، فيرد إبراهيم عليه السلام قائلا سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. Mm-hmm.